وصلنا 8000 متابع، وده خبر يستاهل نوع جديد جدا من الفيديوهات. لسه حلمنا اننا نوصل 10000 متابع وصديق قبل نهاية 2026، وبإذن الله بمساعدتكم نعملها. مش احيانا بيبقى نفسك في فيديو خفيف سريع لكن مفصل ومفيد في نفس الوقت؟ ده اللي هنجربه النهارده، الفيديوهات اللي من نوعية القوائم. هنتكلم النهارده عن اخطر 10 وحوش في تاريخ القارة كلها من وجهة نظرنا ونظر اغلب سكان العالم ده. والمرعب في الموضوع ان الكائنات دي ليهم اخوات في عالمنا الواقعي من ثقافات شعوب العالم كله، بس كالعادة بشكل وتويست مختلف. وحوش غالبا سمعت اسمها بس ما عندكش ادنى فكرة ايه دي. منهم اللي هزم جيرالت وعشيرته، ومنهم اللي الهروب من معركة معاه حي يخليك ويتشر اسطوري، ومنهم اللي كان مروع كفاية لدرجة ان حتى الالعاب رفضت تتكلم عنه. يلا نقابلهم وبدون ترتيب مراكز، وبعد ما تخلص الفيديو قول لي في كومنت لو عجبك النوع ده من الفيديوهات. الثعلب دايما كائن مثير للقلق والخوف، خاصة ان شكله جميل جدا سواء في الفن او في الحقيقة. وكان الأجورة أو الفولبس أو الثعلب الشيطاني من أهم أسباب الخوف ده في القارة. الأجورة هي كائن غير بشري إطلاقا، ولكن قادر على اتخاذ شكل بشري في منتهى الجمال عشان يستدرج ضحاياه، خاصة وإن كلهم إناث. في القصة المصورة نسل الثعالب، جيرالت وواحد من رفقاء طريقه من الأقزام بتاخدهم مغامرة لسفينة غريبة كل ركابها بيقولوا إنهم في مهمة لإنقاذ طفلة، لكن جيرالت ما بيصدقش إن كل المجرمين والقتلة والمهاويس الدينيين دول خارجين في مهمة بريئة، عشان يكتشف إن واحد منهم هو اللي خاطف الطفلة، وإن الطفلة دي مش بشرية، دي بنت أقوى واحدة في عشيرة الأجورة أو الثعالب الشيطانية. كائنات بتتمتع بسحر قديم وشديد القوة لدرجة إنهم ممكن يخلقوا أوهام كاملة في مساحات واسعة. يعني ممكن واحدة منهم بس تقدر تخفي نهر كامل عن أنظار البشر، والأم اللي بنتها اتخطفت بتقرر تنتقم. خلال المغامرة المشؤومة دي الثعلبة بتعذبهم بسحرها، وبتوهم الكل ان ذنوب ماضيهم بتطاردهم، وبتدفعهم للجنون عشان تتخلص منهم واحد ورا التاني. ووسط كل ده جيرالت بيعاني من قوانينه الخاصة ومنعه لنفسه من قتل اي كائن عاقل مفكر، خاصة لو بيدافع عن نفسه واطفاله زي ما هي بتعمل. وان الوحش الحقيقي في المهمة دي هي جشع وقسوة البشريين اللي طلبوا يرافقهم. اي نعم الأجورة مش بتتزوج وبتخطف بنات الالفز او الجنيين وتربيهم كبناتهم وتمنحهم قوتها، لكن ده مش بغرض الإيذاء. وفي المقابل الأم بتحمي طفلتها المختارة حتى لو ده كلفها حياتها. في نهاية المغامرة الثعلبة بتواجه جيرالت، لكن بتعفو عنه لأنه رفض يقاتلها وسلمها بنتها، وبتاخدها وتختفي وسط المستنقعات بدون ما تبين هل هي وجيرالت بقوا أصدقاء ولا أعداء. ولكن في وسط صراخ الخاطفين من الأوهام اللي وقعوا فيها بياخد جيرالت مركب صغير وبيسيب السفينة وبيختفي هو كمان في الضباب. عارف مصطلح الصيت ولا الغنى؟ تخيل وحش مهيب مخيف مش عشان قدراته لكن عشان مقرف. ده اللي ينطبق على الكائن التاني في قائمتنا، وبالمناسبة ده أكتر كائن جيرالت بيكره يحاربه أو حتى يقابله أو يسمع عنه. كل شيء عنه مقرف. كائن بيعيش في المصارف أو المجارير، وبيتغذى على كل اللي بينزل فيها، سواء بقى قاذورات أو جثث مرمية أو اتنين بيحبوا بعض وحاولوا يستخبوا من عيون الناس. أي حد حظه العاثر خلاه ينزل لمكانه بشكل عام هو بالنسبة له وجبة، لأن خطورته الأساسية في حاجتين: إنه ما بيشبعش، وإنه كل ما بياكل كل ما حجمه بيزيد بشكل جنوني. لو سألت أي ويتشر عن الزوجل هيقولك إنه شبه البطاطا المتعفنة، قبيح لدرجة مخيفة لأي شخص مهما كان جريء، والريحة اللي بتخرج منه ممكن تسبب صدمة لتنفس أي شخص في المحيط بتاعه. والكائن مدرك ده وبيستغل الصدمة للي بيحاول يطارده منهم عشان يهجم عليه ويبتلعه بفم مليان أسنان حادة. لما جيرالت كان بيبحث ورا الوايلد هانت مع يانيفر في آيد جينفيل، طلب منه وقتها سكان المدينة يقتل الزوجل اللي عايش في مجارير المدينة، بس ما قالولوش إنه كان نوع ضخم جدا وشره لدرجة إنه كان بيطلع أذرعه الشبيهة بأذرع الأخطبوط من أي فتحات في الأرض ويشد بيها البشر طعامه المفضل وياكلهم. قدرات الويتشرز بالمناسبة ضدهم تماما مع الكائن ده، خاصة الشم المتطور اللي بيخلي مواجهته صعبة جدا جدا حتى على المخضرمين منهم. حتى جيرالت في قصة كان بيهزر مع كيرا ماتس وبيقول لها ان قصة سندريلا نهايتها الحقيقية انها كانت خارجة من قصر الامير بتجري، فاصطادها زوجل كان مختفي في نافورة القصر وما تبقاش منها غير الحذاء اللي الامير لقاه، والبنت اللي اعلنت انها هي سندريلا كانت نصابة تصادف انها نفس مقاس الحذاء. أنا عارف إنك من بدري مستني دول، وهطمنك وأقولك إنهم بالفعل موجودين في الروايات وبنسمع قصصهم ووصفهم من ألطف وحش على القارة، ريجس.
مصاصي الدماء في عالم سابكاوسكي اختلافهم بيزود بهاء الشخصية وتميزها، خاصة انهم من الفصائل النادرة اللي بتتعامل كعائلة بدرجات قوة وقوانين صارمة بتحكم ما بينهم. اقواهم واطولهم عمرا واذكاهم هم الهاير فامبايرز او مصاصي الدماء الاعلى، زي الوحيد اللي بيظهر في القصة ريجس، واللي بيشرح لنا باستفاضة ماهية جنسه واساطيرهم المرعبة. بني جنس شاربي الدماء الأعلى لا هم متحولين ولا هم كائنات تطورت من بشر، هم شكل الحياة وصل للقارة من عالمهم البعيد مجهول الاسم، وقرروا ما يشاركوش أي حاجة عن تاريخهم وأرضهم مع أي كائن حي غيرهم. وبناء على ده لو عضوا أي كائن مستحيل يتحول لواحد منهم، لأن عضتهم إما للغذاء أو للقتل. غير إن واحدة من قدراتهم الأساسية هي سحر الأعين، وبيخلوا الموضوع شبه مستحيل إن أي بشري عادي أو حتى ويتشر يعرف إنهم من مصاصي الدماء إلا لو هم سمحوا الوعي بملاحظة الفرق. الغريب ان الاحصنة هي الكائن الوحيد اللي بيقدر بسهولة يعرف ان اللي قدامه ده مصاص دماء، وحصاننا العزيز روتش كان من اهم اسباب ان جيرالت يعرف ان فيرينا اللي اتكلمنا عنها هنا في الفيديو ده من نوع البراكسا. اما عن شرب الدماء بالنسبة لهم كلهم فهو عادة سيئة لا اكثر، ما يعتبرش بالنسبة لهم غذاء اساسي، ولكنه شيء شديد اللذة بيزود قوتهم وبيدخلهم في حالة شبيهة بالسكر. تحت الهاير فامبايرز مباشرة أنواع تانية عاقلة تقدر تتحمل ضوء الشمس بشكل كبير، لكنهم أقل قوة من مصاصي الدماء الأعلى، وبالفعل نعرف بعضهم زي أقوى المتوحشين البراكسا اللي اتكلمنا عنها في نفس الفيديو اللي ذكرناه. بعدها يجي الألب، وده نوع مشابه ليهم بيتخذ شكل امرأة جميلة حمراء الشعر وبيعيش أكتر شيء في الشمال نواحي سكالجا. والمولا اللي بيشبه الشكل اللي اصطلحت السينما عليه كمصاص دماء شيطاني، ومعاه الكاتاكان اللي بيشبه الوطويط اكتر من البشر، وتقدر تعرفه لو متخفي بصورة بشرية لو لابس هدوم عليها قطع لامعة اكتر من اللازم. وفي نفس المعدل بيظهر الشكل الدرامي لمصاصي الدماء او اللي بنسميه النوسفيرات. النوع ده بيفضل الشكل المتوحش عن الشكل البشري، وبيعيش في الأماكن المظلمة والمقفرة من شمال القارة. وأخيرا عندك المتوحشين أو المفترسين اللي بيوصفهم بني جنسهم بأنهم الأحقر ما بينهم، لأنهم بيطاردوا مزاجهم وبس، ورفضوا على مر العصور يتعلموا من الحضارات اللي مرت على العالم من وقت تلاحم العوالم، زي الإيكيمارا اللي بتشبه بشكل كبير كائن الآكيمو اللي من الحضارة السومرية، كائن بيمتص روح المسافرين والنائمين المغفلين خاصة صغار السن، وبيختفي داخل الرياح وبيتحرك معاها. واخيرا البلومرد اللي بدأ وفضل في شكل الوطواط، وبيتميز بحجمه الصغير وضعفه الشديد لضوء الشمس، والنوع ده هو اللي زرع أسطورة ان كل بني جنسه بيموتوا بنور الشمس. محدش واجه واحد من مصاص الدماء الأعلى في الحياة العادية وعاش إلا جيرالت، وده كان باختيار ريجس مش لأن جيرالت قوي ولا حاجة. مصاصي الدماء الأقوياء بيبصوا للبشر نفس نظرتك للقطط الصغيرة اللي لسه مولودة، كائنات غلبانة تستاهل العطف والمساعدة، لأن عندهم البشر أصحاب مش طواجن. احترام سابكاوسكي للحضارة العربية وتعمقه فيها واضح وملموس جدا من خلال رسمه لكل الحضارات اللي عدينا عليها، وزي ما شفت في الفيديو ده النقطة دي ظهرت أكتر في اختياره لعناصر من ثقافة الأساطير والقصص في العالم العربي لوحوش قارة الويتشر. وبما اننا اتكلمنا عن مصاصي الدماء الاعلى، ما يصحش ما نتكلمش عن كائن قوته ممكن بسهولة تكون اعلى واخطر منهم على اي شخص يتعامل معاهم من قريب او بعيد. الجن في عالم سابكاوسكي كائن متفرد شبه مستحيل التفاهم معاه او اقناعه بالطرق العادية، لكن مع تغيير بسيط عن اساطيرنا الحية، لو فقدت السيطرة عليه للحظة التمن هو حياتك نفسها. عشيرة الجن في عالم الويتشر متقسمة ل4 أنواع، كل نوع مختص بنوع معين من القوة اللي بتحرك حياة الكائنات كلها. أولهم المارد، وهو شيطان المسطحات المائية، نادر الظهور وصعب السيطرة عليه، فاتفق السحرة على تركه لحال سبيله لأنه ما بيهتمش يهاجم البشر. بعده بيجي شيء اسمه الدعو، وده اسم خيالي لشيطان الأرض أو الجبال، ومشهور بأنه الأسهل في السيطرة عليه نظرا لقلة المساعدة اللي ممكن يقدمها للي بيسخره. حتى يقال إن في القرن التاسع من عمر القارة ساحر مشهور اسمه هربرت ساملفورد أقنعه يحرك له جبل من قدام البرج اللي عايش فيه عشان الفيو كان متأثر. بتتصاعد خطورة الجنس ده مع ظهور العفريت أو شيطان النار، وده ما بيحققش أمنيات وما بيسمعش كلام حد، حتى لو تم تسخيره فلازم المستدعي يكون عارف إنه هو هيموت، واللي عايز يستعمل العفريت ضده هيموت برضه، لأن النوع ده أخبثهم وأخطرهم. وأخيرا النوع اللي بيحمل اسم العشيرة نفسها، وقابلناه أكتر من مرة، وكان من أسباب تحريك الحدث المحوري في حياة جيرالت بإنه يربطه بينفر، الجني أو شيطان الرياح.
أكترهم قوة وتأثير وقدرة على تحقيق أمنيات شديدة التعقيد. ولأنه الأذكى بين عشيرته فهو مدرك إن ممكن السيطرة عليه زيهم، ومن فرط صعوبة تسخيره بيمنح اللي بينجح في كده 3 أمنيات بس بشروط. أولها بمجرد تحقيق الأمنيات يتحرر بدون أي شيء تاني، غير كده هو مش ملزم يحقق الأمنيات لو الشخص اللي لقاه في المصباح معهوش الختم السحري اللي تم استعماله عشان التسخير. ولو الشروط دي ما اتحققتش، الشخص اللي استدعاه أو خرجه من محبسه في خطر هو وكل اللي حواليه. والأسطورة الأهم عن الجني إن الطريقة الوحيدة إنك تلغي أثر أمنية إنك تسخر جني تاني يكسر الأمنية دي. الصيف دخل علينا خلاص والدنيا حر، فيلا نروح البحر. ومفيش بحر احلى من البحر الاعظم للقارة كلها. لكن واحنا في الطريق هتلاقي الصيادين بيحذروك لو قربت من القناة اللي بتوصل نهر البونتار اللي هو اكبر انهار الشمال وبيفصل تيميريا عن ريدينيا بالبحر الاعظم ده. والسبب هو كائن شنيع المنظر والشر اسمه اشنا. من خطورة الكائن اللي اتبقى من تجارب السحرة القدماء اللي فشلوا في ترويضه، قرر علماء الزمن ده انهم يشيعوا انه اسطوري وغير موجود عشان النهر ما يتحولش لمكان مهجور. لكن سنة 1266 بيستدعوا جيرالت لتنفيذ عقد في اعماق النهر ده، لان السفن والبشر وحتى الحيوانات كانت بتختفي وما بيظهرش منها الا بقايا مشوهة ومأكولة، عشان في وسط البحث يهاجموا كائن شبه جذوع الشجر طوله حوالي 4 متر وعنده 10 سيقان كلها بتنتهي خطافات حادة سريعة الحركة. الاشنا مخادع لانه بيتحرك مع الضباب وتحته جوه النهر ومستنقعات. وبعد ما جيرالت قدر بأعجوبة ينقذ البعثة اللي كانت معاه من هجومه، حاولوا يسموا الكائن باسمه هو، لكن من كتر المعركة ما أرهقته قرر يغير الاسم ويخلي اسمه على اسم الشخص اللي تسبب في دخوله المهمة الزرقاء دي. بما اننا على الانترنت فاكيد عدت عليك النظرية اللي ناس كتير مؤمنة بيها، اللي بتقول ان اللي بيحكموا العالم هم في الاساس سحالي او من اعراق هجينة بين البشر والسمك. لكن في عالم ذا ويتشر الكائن اللي نص سمكة ونص انسان ده موجود بالفعل، واسمهم شعب الفوديانوي. هنخرج من نهر البونتار وننزل البحر نفسه، بس هنحتاج نتخطى كل الخطوط اللي البشر وصلوا لها في كل عصور حياة القارة عشان نوصل للمملكة دي، اللي مع بداية تصادم العوالم قررت أجناس كتير زي الأقزام والتنانين يظهروا للكل. لكن شعب المنطقة دي أو شعب الفوديانوي قرر يكمل حياته الخفية تحت البحر. كائنات النص العلوي من جسمها خليط ما بين بشري وسمكة، والنصف السفلي بشر سيقانهم وأذرعهم شديدة القوة عشان تساعدهم على القتال والسباحة. أفواههم مليانة أسنان طويلة زي السيوف، وعلى رؤوسهم عرف شكل زعنفة السمك. الكائنات دي بنت حضارة في منتهى التعقيد والجودة تحت البحر، لدرجة ان اللي شافهم وعاش عشان يحكي قال انهم في عصور الظلام في القارة كانوا بيشوفوهم لابسين أقنعة تنفس على رؤوسهم العملاقة. وعلى الرغم من كونهم كارهين لعالم السطح ومشاكله، إلا ان صناع وبناة كتير سرقوا من فنونهم في تصنيع الأسلحة والمعادن وبناء المدن بشكل يحارب الزمن والحروب ويعيش للأبد. وبداية صناعة السيوف السحرية أو الحاملة لتعاويذ التقوية أو الحماية اللي بعض الويتشرز بيستعملوها جت فكرتها وفن صناعتها منهم. ويقال إن الجنيين الأوائل سرقوا منهم الطريقة بالقوة وطبقوها على أسلحتهم عشان التاريخ يمحو الفوديانوي ويفتكر الجنيين كأعظم بناة للسيوف المسحورة. جيرالت يقال احيانا لما بيسترجع ذكرياته انه بيشكر حظه انه ما قابلهمش بعد ما عرف عنهم اللي نعرفه دلوقتي. التحذير اللي قاله له تاجر صغير في السن مهووس بحب عروس بحر كان اسمه اجلوفال، حذره يدخل البحر من اماكن معينه او ينزل تحت السطح، لان شعب الاسماك ما بيسامحش اي شخص يتدخل في اراضيه لاي سبب. يمكن ده الوحيد اللي مش موجود في الروايات ولكن موجود بالفعل في عالمنا الواقعي. باوك هو الوحش اللي سيري بتحاربه في أدغال قرية سترومفورد، وهي بتحاول تنقذ ميوني البنت الصغيرة اللي بيتم التضحية بيها في التريلر اللي شفناه للعبة الجديدة. وخطورته حسب المعلومات القليلة اللي أفصح عنها مخرج اللعبة الجديدة إن الكائن ده بيقدر إنه حرفيا يشم مخاوف أي شخص يدخل لعرينه، وبيقدر يجسد كل مخاوفه وصدمات ماضيه بالصوت والصورة عشان يصيبه بالشلل ويقدر يسيطر عليه وياكله. لكن الحكاية بتكمل مع كائن بنفس الاسم من الأساطير الصربية القديمة اللي بتقول إن باوك هو كائن بيعيش في قلب الظلام في أي مكان، وممكن يفضل مستخبي سنين في انتظار ضحية عشان ينقض عليها، والسلاح الوحيد ضده هو النور والضوضاء العالية والضحك، زي واحد تاني من نفس مصادر فكرة الكائن ده وهو البوجرت من عالم هاري بوتر.
لما تلاحم العوالم حصل، عرفنا ان كائنات غريبة وبشر وحاجة اسمها السحر دخلوا للقارة، لكن جزء من السحر ده كان متحور شرير، دخل العالم على شكل مرض بيرتبط بدماء بعض الحيوانات والكائنات المختلفة وأهمهم البشر. المرض ده بيتسبب ان الشخص يفقد السيطرة على نفسه ويتحول لهجين بين البشري وحيوان تاني أو كائن تاني، وكل اللي كانوا بيعانوا من المرض ده كانوا بيسموهم الملوثين. هنا بيحصل خلط بينهم وبين الكائنات المسيطرة على تحولها زي الأجورة أو مغيري الأشكال زي دودو، لأن مرضى الثيريانثروب ما يقدروش يسيطروا على تحولهم لو الظروف اتجمعت ضدهم، زي اللي حصل في أول سنوات القارة للبشر الأوائل في وادي توينا، وهي قصة عرفناها من رواية سيف الأقدار، إن الوادي ده كل اللي فيه أصيبوا بالمرض ده وتحول أغلبهم لمذئوبين وسفكوا دماء أقرب الناس ليهم بدون رغبة منهم في ده، ولما رجعوا لطبيعتهم حبسوا نفسهم في الوادي للأبد. لعنة المرض ده مش بتتوقف عند جيل لوحده، لو الشخص ما يعرفش انه مصاب وبقى عنده اولاد او احفاد، كلهم بلا استثناء عندهم فرق رحيم عن ابوهم او جدهم، انهم لو ملعونين بالمرض ده زيه بيكونوا قادرين تماما على التحكم في تحولهم سواء بشكل جزئي او كلي، يعني ممكن يستعملوا انياب او مخالب الحيوانات اللي بيتحولوا له او عينيه او عضلاته بدون تحويل الجسم بالكامل، ولانهم من اوائل اللي وصلوا القارة فعدوهم اللدود هم مصاصين الدماء. النوعين بينهم عداوة من بداية وجودهم لأسباب مجهولة لينا دلوقتي، وكل المصابين بالمرض ده بيكرهوا أي شخص بيتحول لحيوان تاني غيرهم، لكن في نفس الوقت بيكونوا صداقة وتقارب روحي مع الحيوان اللي بيمتلكوا قدراته. بالمناسبة تحولهم مش مقصور على التحول لويرولف أو مذئوبين زي اللي في الشمال، أو لنصف رجل ونصف دب زي اللي في سكاليجا. زي ما في مذئوبين ففي مقطوطين، يا رب دي تطلع كلمة، اللي هم نص بشري ونص قط، أو خليط إنسان وكلب، أو إنسان وأنفد على حسب اللعنة وحسب الحيوان اللي مربوطين بيه. من أغرب الحاجات اللي لاحظتها عليكم في فيديوهات ذا ويتشر إنكم بشكل ما بتحبوا وحش الاستريجا وعارفين قصة الأميرة إيدا البيضاء، لكن ما تعرفوش سر لعنة الاستريجا نفسها، وإن كان في استريجا أسوأ منها جيرالت قابلها في الأول. سنة 1228 في قلب موطن جيرالت مملكة كيدوين، تحديدا في مدينة اسمها أرض كاريج، جيرالت بيلاقي نفسه في وسط قصة عجيبة جدا. أم وبنتها اللي هي برضو أختها، أيوة زي ما سمعت، طلبوا حماية واحد من النبلاء اللي كان صديق قديم للأم، فزوجة النبيل غارت من البنت الشابة بعد ما أمها سابتهم وهربت، وسيطر على عقلها فكرة إن جوزها هيسيبها ويتجوز البنت الصغيرة، فقررت تصنع نول غزل كبير عشان ترسم عليه لعنة تؤدي لموت البنت دي، وبعد دفن جثتها خرج منها كائن شنيع روع المدينة كلها، ستريجا متوحشة أكتر من أي نوع تاني، لدرجة إن جيرالت قتلها بالخطأ من كتر خوفه على حياته وهو بيحاربها. الطريقة الوحيدة لرفع اللعنة عن الكائن المصاب بلعنة الاستريجا إنها تتمنع من دخول تابوتها لحد ما يأذن ديك الفجر للمرة الثالثة، ودي كلمة خادعة تسببت في تحول ويتشرز كتير لعشا للاستريجا، لأن المقصود في كتبهم القديمة هو منعها لحد طلوع الشمس، لكن الكلام ده على حسب قوة اللعنة، ممكن الموضوع في بعض الأحيان يتطلب عمل نفس الحيلة ل3 ليالي متواصلة، ده لو الويتشر المطلوب عاش ل3 ليلة. لكن اللي بيخليها تستحق مركز في القايمة إنها واحدة من اللعنات النادرة اللي ممكن رجوعها وسهل رجوعها كمان، لأن البنت الملعونة لو ما لبستش دايما عقد من الياقوت الأبيض وطول حياتها بيتحرق حواليها نباتات العرعر والبروم والحور الرجراج، اللعنة ممكن ترجع من نفسها من دون تدخل سحري من أي نوع. المركز ده انا مختاره شخصيا، اي نعم القائمة من غير ترتيب، ولكن ده يستاهل انه يجي في الاخر. المركز الاخير بيحتله اسوأ وحش وسط كل سكان القارة من اول يوم ظهرت فيه، كائن فشلت كل دروس العالم ومخاوف الكائنات المحيطة في تربيته، هو اشنع وحوش الارض، الانسان شخصيا. مع تلاحم العوالم ووصول الفضائيين اللي هم البشر للقارة، أول شيء فكروا فيه ما كانش التواصل مع الكائنات اللي حواليهم، ولا القوة الخفية العجيبة اللي بدأت تلصق نفسها بيهم، السحر اللي تقدر تعرف عنه أكتر بكتير جدا من الفيديو العظيم اللي بنحبه شخصيا ده. وقرروا يحاربوا الكائنات الجميلة اللي كانت عايشة في القارة من قرون، وواحدة واحدة طردوهم من ممالكهم اعتمادا على عنفهم وكثرة عددهم، وكمان إن بوابات عالم الجنيين اتقفلت فملهمش سبيل للهروب. كل حضارة من اللي اتكلمنا عنهم قبل كده وهنتكلم عنهم صنعت شيء، يمكن سلاح، يمكن مباني،
يمكن فنون، لكن البشر قرروا انهم يسرقوا كل ده. الاقزام اخدوا جبال مهاكم ومناجمها، يلا نحتلها ونحكمها عشان مناجمهم ومصانع الحديد والسيوف تبقى تبعنا. ظهر السحر على الناس، يلا نبني مدارس نتعلم فيها ازاي نسيطر على كل القوة اللي جاية من العناصر، وكمان نستكشف كيفية تسخير اسواقها، النار، عشان نحمي نفسنا بيها ونمنع اي حد يفكر يهاجمنا. البشر موجودين على القارة من حوالي 1500 سنة، لكن مؤخرا من 500 سنة بس في حدث اسمه الهبوط الأول بدأوا يحتلوا الأرض ابتداء من ممالك الشمال، وبعد ما دخلوا كل الأماكن العامرة الممكنة على الجاهز قرروا يفرضوا ضرائب بالقوة على كل الأجناس التانية، سواء أقزام، جنيين، عفاريت أسطوريين. وكل فترة والتانية البشر من الممالك والمدن المتجاورة بيخرجوا في هجمات ضخمة على بقية الأجناس عشان إما يطردوهم أو يمنعوهم من السيطرة على أي شيء حتى لو كان محل صغير. البشر كان لازم يبقوا آخر وحش في رحلتنا، مش عشان نعمل المفارقة السهلة بتاعت الإنسان هو الوحش الحقيقي وخلاص، لا. لو تلاحظ كل وحش من اللي فاتوا عنده سبب معين. الأجوارة بتحمي بناتها، الثريانثروب مريض ومجبر، شعب الفوديانوي مستخبي من قذارة السطح، حتى مصاص الدماء الأعلى ممكن يختار الرحمة مع إنه قوته 100 ضعف قوة الإنسان وأكتر. إنما البشري هو الكائن الوحيد اللي قدر يبص لكل اللي حواليه ويقول لنفسه بثقة مرعبة أنا الأساس، وكل اللي مش شبهي خطر لازم يتمحي. الوحوش بتقتل عشان جوع، لعنة، غريزة، خوف، لكن الإنسان بيقتل وهو فاكر نفسه كاتب القانون، بيسمي المجازر اللي عملها على مدة 1000 سنة واكتر حضارة. عشان كده في عالم الويتشر أخطر وحش هو اللي بيبني مدينة فوق قبور غيره ويكتب على بوابتها هكذا بني التاريخ. لو عجبكم الستايل الجديد قولولي يمكن نكرره، والفيديو اللي جاي رسميا هندخل عالم جديد صابرين عليه من زمان قوي وجه وقته. كل العوالم اللي فتحناها قبل كده هنكملها، ولو عايز تفتكر ايه هم ارجع لكل البلاي ليستس اللي على القناة هتعرف اتكلمنا على ايه خلال الشهور اللي فاتت. ما تنساش تفرح معانا بوصولنا لل 8000 متابع وتساعدنا بدعمك عشان نوصل ل 10000 متابع قبل نهاية 2026. بتسألني ازاي هتعمل ده؟ ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، شير مع النيردز زي حالتنا، وهشوفك في المغامرة الجاية.